حبايب قلبي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما بنحتار كل يوم في الفطار وفي العشاء وفي سندوتشات الولاد اللي واخدينها للمدرسة، النهاردة بقى عملت لكم سندوتش جاهز، محشي من جوه ومحشي من بره. محشينه من جوه بالجبنة الكريمي وبصل أخضر وصوابع الهوت دوج اللي ممكن تبدليها بصدق أو صوابع كفتة، وكمان حشينها من بره بميكس جبن، يعني بتاكلي سندوتش بيتزا محشي من بره ومن جوه، ومسحينه بصوص صلصة مديله جمال فوق جماله. طريقة بسيطة، يلا نصلي على الرسول وندخل على المطبخ ونشوف عملناها ازاي على طول. وعلشان وصفتنا محتاجين كوباية لبن دافي، المج العادي بتاعنا، وكوباية مية دافية، ونص كوباية زيت يكون نوعه كويس. قلبي كل الخليط السائل ده مع بعض يختلط مع بعض كويس، وهنزل عليه ببضاية. هقلب البضاية برضو وافكها كده مع اللبن والبيض والمية. طبعا اللي قلنا اللبن والمية يكون دافي. بعد ما اقلب البيضة كده وتختلط بالسوائل، هنزل بمعلقة كبيرة خميرة ومعلقة كبيرة سكر ومعلقة صغيرة ملح وشوية فلفل اسود علشان البيضة. بعد ما اقلب كل السوائل دي مع بعض، هنزل بقى بكمية الدقيق اللي عندي. شايفين المقادير بسيطة ازاي؟ انا معايا هنا 660 جرام دقيق، حوالي 6 كوبايات. الدقيق ده طبعا منخول. هقلب بقى بالمعلقة الدقيق مع السوائل لحد ما تبتدي يتلموا مع بعض ويعملوا لي عجينة. هقلب كده بالمعلقة، اقلب كويس، وما ننساش برضو نحط معلقتين خل. الخل ده هو المحسن اللي هيحافظ على العيش بتاعي طري لأطول فترة ممكن. قلبي بقى كل المقادير، اخلطي السوائل بالمواد الجافة لحد ما تبتدي تتكون عندك عجينة. دور المعلقة بس ان انا بقلب بيها، وبعد كده بشيل المعلقة وبستعمل ايدي. وبعد ما العجينة كده اتلمت، هرفعها من الطبق وانزل بيها على الرخامة. طبعا العجينة لو حسيت بيها انها طرية شوية هزود لها شوية دقيق. طبعا حجم البيضة بيأثر في القوام بتاع العجينة. هبتدي بقى انا اعجن في العجينة دي مدة من 5 ل7 دقايق. طبعا احنا خلاص كلنا بقينا شطار ازاي نعرف نعجن، وازاي العجينة تبقى في ايدينا سمكها يكون مناسب. هقلب فيها لحد ما الخشونة اللي فيها دي تروح، كام دقيقة كده لحد ما الاقي الخشونة دي راحت ونعمت وبقت عجينة بتلمع وليها قوام متماسك. وده قوام العجينة بعد تقريبا 7 دقايق عجن. بتلمع، شايفين بتلمع ازاي؟ طرية وما بتلزقش. هجيب الطبق بتاعي فيه شوية زيت وهحطها واسيبها حوالي 40 دقيقة لحد ما تخمر وقوامها يزيد. في الوقت ده على العجينة ما تخمر هبتدي احضر الحشو. معايا هنا حوالي نص كيلو جبنة كريم. النص كيلو حوالي ب13 جنيه، مش غالية. هنزل بس عليها بمعلقتين 3 لبن. انا عايزة قوامها يخف ويبقى كريمي عشان اقدر انزله من الكيس. ومعايا هنا شوية عيدان بصل اخضر، هقطعها قطع صغيرة واضيفها للكريمة. مش عايزه اقول لكم طعم الجبنه الكريمي مع البصل الاخضر في الساندوتش ده كانت عامله ازاي. انزلي بالبصل المقطع على الجبنه الكريمي وقلبيها، وبكده نكون احنا حضرنا الحشوه. هجيب على طول بقى كيس حلواني، هحطه كده في برطمان او في شفشق كبير واعبي فيه الجبنه الكريمي اللي بالبصل. الكيس ده هكون قطعه كبيره شويه من تحت عشان اقدر انزلها وانا بحشي الساندوتش، وهنشوف مع بعض هنستعمله ازاي. ادي كده الجبنه الكريمي بقوامها المناسب مع البصل الاخضر. وبسم الله ما شاء الله، دي العجينة بتاعتنا بعد ما خمرت خدت تقريبا نص ساعة حسب الجو اللي عندك. هنزل بالعجينة كده على رشة دقيق على الرخامة وأحولها لشكل كده اسطواني، أقسمها نصين وكل نص أقطعه ل6 قطع، يبقى هيكون عندي 12 قطعة. يبقى الكمية دي هتعمل لي 12 قطعة. خدي كل قطعة وكوريها واديها شكل كروي كده مستدير. كل ال 12 قطعة هحولهم ل 12 كورة، وطبعا ايديكي مرشوشة دقيق خفيف. وبعد ما هحول ال 12 قطعة دول ل 12 كورة بالشكل ده، هاخد كل كورة وابرمها شوية بحيث تديني شكل اسطواني صغير كده. شايفين؟ انا باخد الكورة وبحاول احولها الى اسطوانة صغيرة بالشكل ده. شايفين؟ وطبعا ايدك كده على طول لو العجينة طرية ممسوحة برشة دقيق. خدي بقى كل اسطوانة وافرديها بالشكل ده. معاكي بقى النشابة، معاكي اللي اسمه الفرادة ده او السريع. حاولي تخلي كل قطعة تطول بالشكل ده، تبقى مستطيل رفيع بالشكل ده. حاولي تخلي كل اطوالهم قد بعض، تقريبا طولها 30 سنتي. العجينة لو مرتاحة معاكي هتتفرد معاكي بكل سهولة. شايفين؟ انا عايزاها كلهم يحافظوا على شكل واحد، يكون مستطيل طوله 30 سنتي تقريبا.
وبالعرض البسيط ده، العرض ده تقريبا يعني من 8 ل 10 سنتي. كل القطع هحولها بالشكل ده، وبعد ما افرد كل القطعة بالشكل ده اجيب كيس الجبنة بقى اللي فيها البصل وانزل كده بيها على القطعة العجين بتاعتي. شايفين انا قطع الكيس بقطعة مناسبة عشان تنزل منها الجبنة. حطي بقى على الجبنة دي وظبطي كده ايدك صوابع الهوت دوج او صوابع الكفتة او صوابع الصدوق، وبعدين لمي كده العجينة واقفليها على الحشوة الجميلة دي. وطبعا قلنا انت ممكن لو ما بتحبيش الهوت دوج حطي صوابع صدق، حطي صوابع كفته زي ما تحبي. صوابع الهوت دوج دي انا مديها غلو على النار مع شويه ملح عشان يبقى ليها طعم. بعد ما قفلت العجينه على صوابع الهوت دوج رشه دقيق، وهبتدي كده الف كل اسطوانه عشان تاخد شكل كده ايه متناسق مع بعض. هاخد بقى كل الصوابع دي في صينيه حاطه فيها ورقه زبده ورشاها شويه دقيق ومسحها مسحه زيت، وهكمل بقيه العجينه بنفس الطريقه. خدوا بالكم انا عايزاكي بقى تشوفي كده اكتر. كل اسطوانه بفردها بطول متساوي، ما تكونش رفيعه قوي ما تكونش تخينه قوي. بنزل بكيس الجبنه بالبصل، احط عليه صوابع الهوت دوج اللي انا سلقاها مع شويه ملح وفلفل عشان اديها شويه طعم. اقفل العجينه على الصوابع دي. شايفين ولادنا بيعشقوا الحاجات دي وبيحبوا الحاجات دي. اقفلي بقى العجينه كده على الصوابع، ما تخليش حاجه منها باينه، اقفلي كويس. رشي عليهم كده شويه دقيق، ابرمي كل اسطوانه عشان كله كده تبقى العجينه متناسبه، والقفله يا جماعه تبقى من تحت. هرصهم برضو في الصاج بتاعي بنفس الطريقه. وبعد ما لفينا كل العجين وحطيناه في الصينيه اللي احنا فرشين فيها ورقه زبده ومسحينها بمسحه زيت وشويه دقيق، هبتدي اقطع واعمل تشريحات كده في كل العيش بتاعي. انا مش بوصل لتحت، انا بس بعمل تقطيعات كده من على الوش. معايا بقى صفار بيضايه محطوط عليه شويه فلفل اسود، هبتدي امسح العجينه دي كلها بصفار البيضه علشان الجبنه اللي احطها تلزق عليها وكمان تديله لون جميل. بعد ما دهنت بالشكل ده هنزل بقى عندي بميكس من الجبن، كل اللي تحت ايدك، جبنه شيدر، جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، جبنه فيتا، اي جبن كميه كبيره. وبعد ما هملاها كده بالجبن اضغط عليها، هدخلها فرن درجه حراره 180 لمده تقريبا 35 دقيقه. شايفين كميه الجبنه قد ايه؟ اضغطي كده ودخليها على طول الفرن. وادي كمان الصاج التاني هعمل نفس الطريقه، صفار البيض وبعدين الجبن، وقلنا هندخله فرن 180 لمده تقريبا 35 دقيقه. وبعد ما دخلنا الصواني الفرن هتاخد لها تقريبا 30 ل 35 دقيقه. تعالوا نحضر الصوص اللي هنمسح بيه العيش اول ما يطلع من الفرن. معايا معلقه صلصه طماطم، شويه كاتشب، شويه زيت كويسين، شويه هوت صوص لو عندك. قلبي كل الخليط ده مع بعض، الصلصه تفك كده شويه، ولو ما فكتش زودي الزيت. حطي بقى شويه بهارات، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، ونص معلقه مستردة وشويه شطه. قلبي، واول ما الصاج ياخد لون كده ويطلع من الفرن امسحي الصاج وهو سخن بالصلصه الجميله دي. مش عايزه اقولك بتخلي ريحه العيش وطعمه عامل ازاي. وادي كمان الصاج التاني مسحناه وهو سخن. تعالوا كده نشوف بقى العيش بعد ما هدي. شايفين اللون الجميل من فوق ومن تحت، شايفين الحشوة، الجبن اللي سايحة. طبعا ولادنا بيعشقوا الأكلات دي، وتخيلي مدى سعادتهم هم واخدينهم معاهم للمدرسة. ودي ألذ سندوتشات ممكن ناكلها في الفطار أو ناكلها في وجبة العشاء، ونديها كمان لولادنا في المدرسة هيعشقوها ويحبوها. سندوتشات محشية من جوه ومحشية من بره. الصوص اللي مسحنا بيه السندوتشات دي بيخلي طعمها مش قادرة أقول لكم جميل قد إيه. قدميها بقى مع شوية بصل أخضر ومع بقية الصوص اللي فاضل عندك مع شوية زيتون، وكلي وافطري وتعشي بأحلى سندوتشات جاهزة سخنة طالعة من الفرن. ودي كانت وصفتنا النهاردة، أتمنى أن انتوا تجربوها. ولو عجبتكم وصفتنا سبسكرايب وشير ولايك، وتابعوني مع سماسم في المطبخ.